يا صباح الخير. وبما ان رمضان بقى شهر مميز كده وبيحب الحلويات الكتير، فطبعا بيكون احسن انك تعملي الحلويات دايما فريش كده في البيت، وكمان بيكون طعمها احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير، لان اكيد لو جبتيها من بره مش هتلاقيها بنفس الجوده ولا نفس الطعم. اصلا ما بقوش يستخدموا اي نوع سمنه نظيف ابدا. عملت معاكم في رمضان حلويات شرقي كتير والحمد لله كلها كانت ناجحه جدا. هسيب ليكم لينك الحلويات الشرقي ان شاء الله في صندوق الوصف. وبما اننا بقى لسه مكملين سلسله حلويات رمضان، فما ينفعش رمضان يعدي من غير ما نعمل ترند رمضان السنه دي اللي هي المكشكشه. بس بصراحه كده انا مش عارفه هي ليه ترند، رغم ان وصفه الجلاش بالتشريبه بتاعته مش جديده علينا ابدا. يعني ممكن نكون عملناها كتير قبل كده، هو ممكن اللي يكون جديد الشكل بس مش اكتر من كده. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان صينيه الجلاش دي كلها كده عباره عن مكونات بجد ولا احلى، بس الميكس اللي موجود في المكونات بتاعه الصينيه دي بيخليكي وانت بتاكلي القطعه كده مش عارفه انت بتاكلي جلاش ولا كاسترد ولا بسبوسه ولا بس كريم ولا جلاش بجوز الهند ولا بالبسبوسه ولا بالمكسرات ولا بايه ولا ايه. هم